السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو غريب لان احنا ما اتكلمناش في الحاجة اللي هنتكلم عليها النهارده، ما اتكلمناش فيها قبل كده. حاجة مختلفة وحاجة جديدة، حاجة مفيدة، حاجة فادت ناس كتيرة جدا، فادت بصراحة الملايين، وانا من الملايين دي، فادتني كتير جدا في حياتي. فقبل ما نبدأ الفيديو عايزك تركز معايا كويس جدا يا صديقي قبل ما نبدأ، وبرضه لو انت مش سبسكرايب على القناة يا ريت تسبسكرايب على القناة وتفعل خاصية الجرس، دلعني كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نور. انا قلتها تاني كده، عديها لي. الحاجة الغريبة اللي هنتكلم عليها النهارده البودكاست. يا صديقي لو انت اول مرة تسمع البودكاست هقول لك ما هو البودكاست، ايه البودكاست، ازاي بيتعمل البودكاست، ازاي استفاد من البودكاست. اما لو انت قبل كده سمعت البودكاست فكمل معايا الفيديو وان شاء الله اكيد هفيدك في اللي انا هقوله لك. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على 4 بودكاست او 5 بودكاست فادوني جدا جدا جدا، وانت اكيد محتاجهم في الفتره اللي انت موجود فيها. انت اكيد في العشرينات، فالفيديوهات دي لما تسمعها او البودكاست دي لما تسمعها هتفيدك جدا. اسمع مني. طيب قبل ما ندخل في الموضوع بتاع النهارده خلينا نعرف مع بعضنا ما هو البودكاست. بص يا صديقي، البودكاست ده بطريقه بسيطه جدا 2 أو 3، ممكن يبقى جروب 3 و4 بيكونوا قاعده كده وبيتكلموا مع بعض وبيصوروا and that's it. وفي الغالب او في العموم الاثنين دول مش بيقولوا اي كلام، لا دول بيقولوا الخبرات بتاعتهم، بيقولوا التجارب بتاعتهم بتاعت الماضي. وبرضه الناس اللي بتعمل بودكاست دي غالبا بتبقى ناس ناجحه، ناس ناجحه في المجالات بتاعتها، ناس ناجحه في مجال معين، فهي بتنقل لك الخبرات بتاعتها وبتنقل لك التجارب بتاعتها في حياتها في البودكاست ده. البودكاست مش شرط يكون مصور، في بودكاست على سبوتيفاي، في بودكاست على ابل بودكاست اللي هو الابلكيشن بتاع الايفون، في بودكاست على ساوند كلاود. يعني مش شرط يكون مصور، ممكن يكون اوديو بس او ممكن يكون صوت بس. وفي طبعا بودكاست على اليوتيوب واللي هنتكلم عليهم النهارده اللي هم الاربع او الخمس بودكاست دول اللي على اليوتيوب. ولكن زي ما قلت لك ان في بودكاست تاني كده. عرفنا مع بعض ما هو البودكاست. ليه بقى موضوع البودكاست ده مهم ولازم انك تبدا تسمع بودكاست لو مش بتسمع؟ زي ما قلت لك يا صديقي في البدايه ان البودكاست ناس ناجحه، ناس ناجحه في مجالات معينه، ناس ناجحه في حياتها، مش في حياتها بشكل عام ولكن في مجال معين في حياتها، بقيت ناس مشهوره، بقيت ناس ناجحه. فبالتالي في البودكاست ده او لما تسمع البودكاست ده زي ما قلت لك هي هتشرح لك التجارب بتاعتها، هتشرح لك الصعاب اللي عدت عليها في حياتها وازاي تخططها. والى حد ما الناس اللي انت بتسمع لها هتمسك او هتلمس حاجه فيك، هتتعلم منهم. انا جايب لك 4 بودكاست ويا صديقي الحمد لله في البودكاست دول هتلاقي معظم المجالات. يعني جايب لك بودكاست عن الدين، جايب لك بودكاست عن الانتاجيه، جايب لك بودكاست عن الاكتئاب وازاي لو عندك حزن او لو عندك اكتئاب تعديه، جايب لك برضه بودكاست بيتكلم على صعاب الحياه، الحياه الصعبه وازاي تتخطى الحياه دي. فيا صديقي انا مدلعك جدا في الفيديو بتاع النهارده، انزل بقى دلعني انت وسبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. في العلاقات جايب لك بودكاست برضه بيتكلم عن العلاقات، ازاي تزود العلاقات اللي في حياتك، ازاي تتعافى من علاقه قديمه او من علاقه غلط حصلت في حياتك وسببت لك اذى نفسي، ازاي تصلح علاقتك مع نفسك. والله بطلت مع منه. طيب يا صديقي ندخل في اول بودكاست هنتكلم عليه النهارده وهو بودكاست للدكتور ياسر الحزيمي. البودكاست ده مدته 3 ساعات. البودكاست ده بشكل عام بيتكلم عن العلاقات بشكل عام، علاقتك مع ربنا، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الناس، ازاي تتخطى حد، ازاي تعدي من حد، ازاي ما تخليش حد يسبب لك تعب نفسي او اذى نفسي، ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تكون علاقات، ازاي تعمق العلاقات او تخلي العلاقات مربوطه يعني او اقوى. صح، معلومه ما قلتهاش. البودكاست يا صديقي مش بيبقى نص ساعه او مش بيبقى ربع ساعه، في الاغلب هو في بودكاست كده ولكن في الاغلب البودكاست بيبقى ساعه او ساعتين، لان انا زي ما قلت لك في الاول ان البودكاست ده 2 بيدردشوا وبيحكوا مع بعض، فاكيد الحكايه مش هتخلص في 10 دقائق ربع ساعه، لا بتاخد ساعه، بتاخد ساعتين. في اخر الفيديو هقول لك نقطه حلوه جدا ازاي تسمع البودكاست، يعني ازاي تسمع الساعه والساعتين من غير ما تاخد بالك او تقدر تسمع الساعتين. اوكي نكمل الموضوع بتاعنا. زي ما قلت لك الدكتور ياسر الحزيمي اتكلم عن موضوع العلاقات في 3 ساعات. انا مش عايز ارغي كتير في الموضوع ده او مش عايز ارغي كتير في اهميه الفيديو ده، ولكن اكبر دليل يقول لك ان الفيديو ده مهم والفيديو ده غير ناس كتيره جدا وساعد ناس كتيره جدا ان البودكاست ده وانت بتسمع الفيديو حاليا او وانا بصور الفيديو حاليا عدد الفيوز على الفيديو ده 78 مليون. 78 مليون شخص اتفرج على البودكاست ده، فدي حاجه واو ودي حاجه كبيره جدا، وهي دي الدرجه اللي تبين لك ان قد ايه البودكاست ده كبير او البودكاست ده مفيد وضخم وهيفيدك. انصحك جدا انك تسمع البودكاست ده، العلاقات ياسر الحزيمي. ثاني بودكاست هنتكلم عليه والمحبوب الى قلبي او الغالي على قلبي، البودكاست ده تقريبا انا اول بودكاست اسمعه في حياتي وهو اللي اداني المصيره في تعلم البودكاست او ان انا اسمع بودكاست. خدته من واحد صاحبي رشحه لي وسمعته. ثانك يو فيري ماتش فور هيم. عمرو فوزي، صاحبي عمرو فوزي. البودكاست الدوك وابو زيد، ممدوح نصر الله وابو زيد. بص يا صديقي انا متابع ممدوح نصر الله لوحده ومتابع ابو زيد لوحده، ولكن لما تجمعوا مع بعض في ميكس رهيب رهيب بجد بجد. يعني البودكاست ده والله جامد، والله جامد جامد، وتقريبا اهم بودكاست انا هتكلم عليه النهارده، يعني ده لازم تروح تسمعه. خلينا بس في البدايه نعرف الاثنين مين هو ممدوح نصر الله ومين هو احمد ابو زيد. في البدايه ممدوح نصر الله دكتور من الصعيد هنا من جده، عامل قناه كوره فيها سبسكرايبز كتير، وعامل قناه ثاني ام نيو، هي ام نيو مش منيو. القناه دي بيتكلم على الصعاب بتاعت الحياه، بيتكلم على المراحل اللي عدى بيها الدكتور ممدوح نصر الله. لو محدش يعرف حاول ينتحر، بيقول لك ازاي حاول انه يقضي حياته او ازاي ينهي على حياته، وجاله الالهام او جاله الباشن او جات له الحاجه اللي هو مش هينهي حياته لا هيكمل. بيتكلم على الصعاب بتاعت الدنيا، بيتكلم على التجارب في الدنيا في حياته، لان هو مر بفشل كتير، كان مسافر وطردوه، نزل البلد ما كانش معاه حاجه، ما كانش معاه حاجه خالص. بصراحه الفيديوز اللي على القناه بتاعت الدكتور
ممدوح نصر الله دي يا صديقي دي اللي هي المفروض بدل السكرولنج اللي انت بتعمله، لان فيديوز حلوه جدا 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 والله، واكيد هتستفاد لان هو عنده سرديه او عنده ارتجال، مفيش كاتس في الفيديو. القناه اللي انا بتكلم عليها بتاعت ممدوح نصر الله اللي هي ام نيو مفيش كات في الفيديو، هو كات اول الفيديو كات اخر الفيديو السلام عليكم، والفيديو ثلث ساعه ساعات بيبقى نص ساعه، ولكن شيق جدا. حكاوي يعني حكاوي قبل النوم بتبقى 100 100. انا من هنا عايز اقول شكرا جدا يا دكتور ممدوح نصر الله، والله وانت فخر لينا وفخر للصعيد كلها. ده الدكتور ممدوح نصر الله. اما احمد ابو زيد، احمد ابو زيد اكيد انت تعرف، لو ما تعرفوش يا صديقي فده باشمهندس عمل شيفت كارير وبقى يوتيوبر، عنده 7 مليون وي على اليوتيوب، بيتكلم عن الانتاجيه، بيتكلم عن الانجليزي، شخص مهم يعني، شخص بصراحه بيتكلم في مواضيع حلوه، مواضيع شبابيه، مواضيع للانتاجيه، مواضيع هتفيدك في حياتك في مستقبلك في كاريرك. فانصحك جدا انك تروح تتابع الدكتور احمد ابو زيد لو مش متابعه. الجمع هما الاثنين البودكاست، زي ما قلت لك ان الدكتور ممدوح نصر الله بينقل الخبره والتجارب بتاعته للباشمهندس احمد ابو زيد، وبيتكلم على شويه حاجات حلوه جدا، بيتكلم على الجيل بتاعنا، جيل اليوتيوب او جيل السوشيال ميديا، الاتنشن سبان او التركيز بتاعنا، ازاي هو عدى ودخل صيدله في الثانويه العامه، لو انت في الثانويه العامه هيفيدك برضه، ازاي احنا بنضيع في عمرنا، ازاي احنا بنقارن في حياتنا، ازاي المقارنه ممكن تضيعنا. اتكلم برضه في حته الدين شويه. بصراحه البودكاست ده يا صديقي ابدا بيه، يعني هو اللي هيحببك في البودكاست زي ما حصل معايا، ابدا بيه والله يا صديقي ما هتندم خالص، عن ثقه عن ثقه عن ثقه. ابدا بالبودكاست ده وربنا يكرمك. ثالث بودكاست هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، خلصنا الانتاجيه وخلصنا العلاقات، عايزين نخش على الدين يا صديقي. البودكاست اللي هقول لك عليه النهارده ده سبيشال او ده خاص، ولكن انا برضه هديك قناه بودكاست كامله لازم تسمعها. البودكاست اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه اعمل ايه لو مش ملتزم. اعمل ايه لو مش ملتزم، اسم القناه بتاعت البودكاست. ايه المشكله؟ البودكاست بتاع النهارده اللي هنتكلم عليه في الفيديو اعمل ايه لو مش ملتزم، يبقى البودكاست كامل او التايتل بتاع الفيديو كامل ايه المشكله، اعمل ايه لو مش ملتزم. اتجمع فيه 4 بصراحه شرف لينا والله العظيم، شرف لمصر وشرف للوطن العربي كمان. الدكتور محمد الغريز، الدكتور امير منير، الدكتور حازم شومان، والدكتور ياسر ممدوح. يا رب ما حدش يكون فيهم في هندسه، تقريبا ياسر ممدوح في هندسه. القناه اللي انت تدخل عليها او البودكاست اللي هتدخل عليه منزلين عليه بودكاست كتير جدا، ولكن انا اخترت لك ده بالتحديد لان ده تقريبا هو الوحيد اللي مستضيفين فيه الدكتور حازم شومان، مع بعضهم هم الثلاثه بيعملوا بودكاست، ولكن البودكاست ده ضيفين فيه الدكتور حازم شومان. راي شخصي مني انا قبل ما اسمع البودكاست ده، الدكتور حازم شومان بصراحه راي شخصي مني انا كنت اخاف منه، يعني كان بيجي لي في ريلز وكان بيجي لي في شورت فيديوز كده تحسه بيبكي، انا اسف ولكن بحس ان انا بخاف. ولكن لما سمعت الفيديو ده والله العظيم الراجل ده تسمع منه يدخل القلب على طول، يعني يدخل القلب وتدعي له ان ربنا يكرمه ويوفقه ويزيده. والله حرفيا في حته الدين مهم جدا وفادني والله، فادني جدا. بشكل عام بيقول لك تعمل ايه لو مش ملتزم، بيقول لك 7 خطوات، يعني الدكتور حازم شومان بيقول لك 7 خطوات ترجع تلتزم بيها وترجع تبقى قريب من ربنا. وانا مش هستفيد في الحته دي لان اولا مش افقه حد او مش احسن حد يتكلم في الحته دي، ولكن لما ترجع لربنا الدنيا كلها تتظبط، مش هقول اكتر من كده. بودكاست خفيف خفيف على القلب، بودكاست هيعدي معاك كده، بودكاست هتستفاد منه جدا جدا جدا. واحلى ما في الدكتور حازم شومان اللي هو بيقول لك طريق للنجاح، يعني بيقول لك برده كانت شاب لو عايز تنجح بيديك برده خطوات للنجاح. رابع بودكاست والاخير عقليه يوسف صبري او المايند سيت يوسف صبري. يوسف صبري ده واحد بيعمل بودكاست على اليوتيوب، ولكن هو ليه مجالات ثانيه، ولكن على اليوتيوب هو بيعمل بودكاست. في فيديو معين انا عايزك تركز عليه في القناه دي، وهو مؤمن ماهر، بودي بيلدينج، شخص فتح كذا جيم في مصر او جيم او اكتر من فرع في مصر. اختصار كبير جدا ان الشخص ده بيقول لك، او البودكاست ده الخلاصه بتاعته بتقول لك انك ما تعتمدش على حد، اعتمد على نفسك، خليك مع نفسك، طور من نفسك، ما تسمعش كلام حد، ما تسمعش كلام اللي يحبطك، ابن الصحاب الجد. البودكاست ده انا سمعته من 2 أو 3 وبصراحه فادني، يعني فادني جدا كمان. بيديك شويه بوش حلوه يعني، وبيقول لك ان الدنيا مش سهله، وان مهما كان مثلا اهلك موفرين لك او اهلك مش بيبخلوا عنك بحاجه او مش بيوقفوا عنك حاجه، ده ما يمنعش انك تشتغل على نفسك وانك تعتمد على نفسك وما تعتمدش عليهم او ما تعتمدش على حد. انا كده خلصت ال4 بودكاست اللي انا قلت لك عليهم، او ال4 بودكاست المهمين اللي فادوني واللي اكيد هيفيدوك لما تسمعهم. هسيب لك كل لينكات البودكاست دي في الديسكربشن. اتمنى جدا يا صديقي انك تبدا انك تسمعهم. هقول الخلاصه او انك ازاي تسمع البودكاست. بص يا صديقي، انت مش لازم تقعد الساعه او الساعتين وشك في التليفون بتبص كل كلمه بتسمعها وشايفهم وانك ماسك التليفون. انت عادي جدا مثلا انت وبتجهز هدومك، انت وبتلبس، انت ومثلا في المواصلات، انت وبتتمشى، تحط الهاند فري او الايربودز بتاعتك وتشغل. خليه في يومك، خليه داير في يومك داير في يومك، تلاقيك في اخر اليوم خلصت البودكاست واستفدت منه، وفي نفس الوقت انت ما ضيعش حاجه من يومك او ما خلصش حاجه من يومك. هو ده اللي انا كنت اعمله لما كنت اسمع بودكاست. قبل ما انام مثلا اسمع لي ربع ساعه، مثلا انا ماشي في المواصلات على 10 دقائق ربع ساعه بتاعت المواصلات اسمع فيها بودكاست. انا وبتمشى مثلا اشغل بودكاست واسمعه، بيلهيك او بيغنيك عن الناس وفي نفس الوقت بتستفاد. طبق الطريقه دي يا صديقي واسمع البودكاست دول، واوعدك انك حياتك هتتغير، مش بنسبه كبيره ولكن مش هتبقى نفس الشخص اللي كنته قبل ما تسمع البودكاست. اكيد هتنط لحياتك او هتدي نط لحياتك او هتدي بوش لحياتك. شكرا جدا يا صديقي انك وصلت لحد هنا في اخر الفيديو. انا كده خلصت. Thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.